تفتكر ممكن رسم على ورق تخوف نظام كامل، أو خط بالقلم على ورق يغير رأي شعوب، أو طفل مرسوم على ورق يفضل عايش لعشرات السنين لا بيكبر ولا بيموت؟ ناجي سليم حسن العلي اتولد سنة 1938 في قرية اسمها الشجرة الفلسطينية اللي موجودة بين طبريا والنصرة. والده سليم حسن العلي كان من طبقة الفلاحين، بيزرع في أرضه وبياكل من اللي بيزرعه. وفي 1948 بتحصل النكبة وعيلة ناجي بتتهجر من فلسطين لمخيم اسمه عين الحلوة قريب من صيدا في لبنان. هناك في المخيم ناجي هيعيش في خيمة صغيرة ما تعديش 10 متر مربع، لكن جوه الخيمة دي هيتولد شغف وإبداع. يوصل ناجي ل6 سنين ويدخل المدرسة الابتدائية في القرية اللي هو فيها، ويبدأ أول مراحل التعليم اللي كان وقتها بسيط جدا، حساب، قراءة قرآن، وبعض مبادئ اللغة العربية. وبعد ما تخلص المرحلة الابتدائية يتنقل مع أهله لمكان تاني بسبب الظروف. يوصل صيدا في لبنان عشان هناك يدخل مدرسة اتحاد الكنائس المسيحية، ودي كانت مدرسة معروفة وقتها بتعلم الفلسطينيين واللبنانيين وبتدي شهادة أعلى من المدارس اللي موجودة في القرى. وده باختصار كان امتحان بتعمله الدولة ولازم الطالب يعدي فيه عشان يقدر يكمل المرحلة اللي بعد كده أو يشتغل بشهادة رسمية. ناجي العلي هيحصل على الشهادة دي سنة 1951، وقتها عمره كان بين 13 و14 سنة. بعد ما ناجي هياخد الشهادة دي وهو لسه في أول المراهقة، كانش عنده وقت ولا رفاهية إنه يقعد ويستنى إن المستقبل هو اللي يجيله، وده لأن ظروف المخيم كانت صعبة وظروف أهله كمان، وكانوا محتاجين أي إيد تساعد. ومن هنا ناجي يبدأ يشتغل في قطف الزيتون، يشيل السلة ويقطف الزيتون من الشجر ويمشي بيه المسافات طويلة. الشغل كان مرهق بس علم ناجي معنى الكدح وإن رغيف العيش ليه تمن. وأوقات تانية كان بيشتغل في ورش صناعية بسيطة حوالين صيدا. لكن في سنة 1953 ناجي كان عنده 15 أو 16 سنة تقريبا، هياخد خطوة جديدة. سافر على طرابلس في شمال لبنان علشان يدخل المعهد المهني التابع للرهبان البيض. دخل قسم ميكانيكا السيارات، وهناك اتعلم ازاي يفك موتور ويجمعه تاني، ازاي يفك ماكينة ويصلحها. وبعد سنين قصيرة من التعب والجهد خد شهادة الدبلوم في الميكانيكا. المثير في الموضوع ان ناجي العلي كان شاطر جدا في شغله كميكانيكي، بس القلم والورقة كانوا لسه رفقائه اللي ما بيفرقوش جيبه. حتى وهو في الورشة كان بيرسم على ورق او قصاصات او كرتون، كأن الفن كان بيرجع له مهما يهرب منه. بعد ما خلص دراسته في معهد الميكانيكا بطرابلس ما اكتفاش بالشهاده دي، لان كان عارف ان الشهاده دي مش هتاكله عيش قوي ومش هتغير واقع المخيم. علشان سنه 1957 يقرر انه يشد الرحال على السعوديه، بلد الصحراء والرزق اللي كل لاجئ كان بيجري ناحيتها وقتها. وهناك اشتغل بتخصصه كميكانيكي سيارات، لكن حراره الشمس كانت عاليه جدا، الزيت والشحمه كانوا بيغطوا هدومه من الصبح لحد اخر النهار. لكن ناجي كان شايف في الشغل ده باب امل، لانه لاول مره هيقدر يبعت فلوس لاهله، ومرتب بسيط وقروش اتحطت فوق بعضها قدر ناجي انه يرجع لاهله تاني المخيم ومعاه فلوس. وبالفعل وبادوات بسيطه يطلع اهله من الخيمه ويبني لهم اوضه من الطوب والحديد ومعاه مطبخ وحمام صغيرين. وبالنسبه للناس عايشين سنين في خيمه، الغرفه دي كانت قصر بالنسبه ليهم. وهنا ناجي يحس انه لاول مره يقدر يرد ولو جزء بسيط لاهله اللي شايلينه من زمان من النكبه ومن وقت طفولته. لكن حتى في وسط التعب والغربه ناجي ما قدرش انه يسيب القلم. كان زي ما قلنا بيرسم على ورق او قصاصات او كرتون، كان الرسم هو المتنفس الوحيد فيه اللي بيطلع فيه الغضب او الحنين لبلده فلسطين. يمكن وقتها ما كانش يعرف ان القلم ده هو اللي هيبني له اكبر مجد، اكبر من اي اوضه او بناء ممكن يبنيه. في سنه 1959 يرجع ناجي العلي من السعوديه للبنان، لسه المخيم زي ما هو، لسه الغرفه الطوب اللي بناها موجوده زي ما هي، لكن ناجي كان عارف ان جواه فن مش لاقي له طريق عشان يظهره للناس. في اللحظه دي قرر ان هو يدخل عالم الرسم بجد، وراح على بيروت وقدم في الاكاديميه اللبنانيه للفنون الجميله، وكان حلمه انه يتعلم الرسم بشكل اكاديمي ويقدر ان هو يطور من موهبته. لكن الدنيا ما كانتش سهله زي ما هو متخيل، لان الاكاديميه ما قبلتهوش، يمكن عشان ما كانش ليه واسطه او ما كانش معاه شهاده قويه، او يمكن لانه كان لاجئ من فلسطين. الباب اتقفل في وشه، لكن ناجي ما استسلمش، فضل يرسم لنفسه ويملى الدفاتر والاوراق ويروح يعرض شغله على اي مجله او جريده ممكن تفتح له شغل. وهنا تيجي الصدمه الثانيه، ناجي يتسجن لاول مره في حياته. في اوائل الستينات الشرطه اللبنانيه اعتقلت ناجي العلي بسبب نشاطه السياسي، وهناك في السجن ومعاه القلم بتاعه كان بيرسم على حيطان السجن. بدا يرسم وجوه فلسطينيه، اطفال مش لاقيين بيت، ناس كبار في السن شايلين مفاتيح بيوتهم، مفاتيح الرجوع. والرسومات دي هي اللي هتلفت نظر ناس مهمين بعد كده في حياته. بعد ما خرج من السجن ابتدى يلف في بيروت على صحف ومجلات صغيره تبدا تعرض شغله، وهناك هيتعرف على الكاتب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني. غسان كان عنده عين مش عاديه، شاف رسومات ناجي حاجه مختلفه، شاف رسومات ناجي الصرخه اللي بتعبر عن الفلسطيني اللي مش لاقي حد يتكلم عنه. من هنا بدات شراره التحول الكبير اللي هيحصل بعد كده في حياه ناجي العلي. اول مكان
مكان نشر له كان مجلة الحرية اللي هناك قابله غسان فيها. في منتصف السبعينات رسوماته بدأت تلفت الانتباه في بيروت، لأن بيروت وقتها كانت ساحة سياسية وفيها صحافة نشطة. وفي سنة 1974 ينضم ناجي لصحيفة السفير اللبنانية، وهناك كان رسام الكاريكاتير الرسمي للجريدة، وصوته بقى مسموع يوميا. وهناك ما هاجمش الاحتلال بس، لكنه انتقد أنظمة كتير كان شايف إن هي سبب القضية الفلسطينية بتنزف. ناجي العلي في رسوماته كان بيدور على شاهد يفضل ثابت وحاضر في كل كاريكاتير، ضمير ما يتهزش، ويمثل الطفل الفلسطيني اللي خرج من أرضه بقى في مخيم وما كبرش جوه بلده. وفي سنة 1969 يقدم ناجي لأول مرة شخصية حنظلة. أول ما قدم ناجي العلي حنظلة كان وشه ظاهر مش زي ما احنا بنشوفه دلوقتي، كان عبارة عن ولد نحيف وشعره من الشوك ولابس هدوم قديمة ومقطعة وحافي، وكان كل حاجة في حنظلة ليها دلالة ومعنى. اختار انه يسميه حنظلة وجاي من الحنظل، نبات صحراوي مر ولاذع، رمز للمرارة والقسوة اللي عاشها الطفل الفلسطيني بعد النكبة. شعره على شكل أشواك شبه أشواك الحنظل بالظبط، تجرح اي حد يحاول يقطه في الحقيقه. عمر حنظله 10 سنين، وده كان نفس عمر ناجي العلي في النكبه سنه 1948. وقال ناجي العلي عن حنظله: حنظله هو مش مجرد طفل، حنظله هو انا، وحنظله هيكبر لما ارجع لفلسطين. طفل حنظله بقى توقيعه الثابت بعد كده على كل كاركتير هو بيعمله. الجمله دي هتكون هي مفتاح الشخصيه بعد كده. طول ما الرجوع ما حصلش حنظله هيفضل طفل. حنظله هيطلع على طول بظهره علشان ما يتلونش ولا يبقى دعايه لاي حزب او جماعه او طرف. هيفضل رافض ووشه دايما مستخبي ومد ظهره للعالم. ومن بعد 1973 حنظله خرج من الكاريكاتير للشارع على شكل جرافيتي او ملصقات او قمصان او تيشيرتات مطبوع عليها حنظله، وبقى ايقونه عربيه للرفض والكرامه. بعد ما ناجي العلي اسمه كبر وانتشر ما بقاش بيهاجم الاحتلال بس، كمان كان بيهاجم السلطه الفلسطينيه اللي اتهمها بكتير قوي من التقصير، وده خلاه يدخل في صدام مع قيادات منظمه التحرير، ويطلع من لبنان ويروح على بيروت ويحضر الحرب الاهليه هناك ويعيش في قلب الاحداث. حتى رسوماته بقت اكتر حده. انتقد من هناك السلطه الفلسطينيه واليمين اللبناني وانتقد الاحتلال، وكالعاده ما بقاش ليه مكان في بيروت فقرر انه يروح تونس. مش هيطول في تونس وهيروح على الكويت من تاني، وهناك في الكويت هيتمنع من النشر ومن دخول الكويت مره تانيه علشان سنه 1985 يوصل لاخر محطات حياته في لندن. هناك كان بيشتغل في القبس الدولي، وكان عنده مساحه اكبر انه يعبر عن صوته مش بس للدول العربيه، للعالم كله. لكن زي ما كان عنده مساحه كبيره من حريه الراي كان عنده مساحه اكبر للاعداء، لانه ما سابش حد الا وانتقده. في 22 يوليو سنه 1987 وهو خارج من مكتبه في جريدة القبس الدولي اتضرب بالرصاص قدام مكتبه، وبعد غيبوبة استمرت لشهر تقريبا يموت ناجي العلي يوم 28 أغسطس 1987. فنان لاجئ هرب من مخيم لمخيم تاني أبعد، وفي رحلة دراسة وشغل من بيروت للكويت لتونس للندن، كل بلد من دول كان بيتفتح له فيها باب، لكن رسوماته كانت بتقفل وراها 1000 باب، لحد ما آخر رصاصة كانت أبلغ من كل كاريكاتير ممكن يرسمه. قتلت جسده لكنها ما قتلتش صوته، لأن ساب وراه طفل مد ظهره للعالم، شابك ايديه ورا ظهره، شاهد على كل اللي بيحصل، اسمه حنظله.